السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمركم فكرتوا إن الذكاء الاصطناعي اللي بيقلدنا في الكلام والرسم ممكن يكون آية من آيات ربنا؟ في زمن الآلة وسط صور بتترسم بضغط الزر وبرامج بتتكلم كأنها بشر، رجعت للقرآن بدور على بوصلة على إجابة لسؤال مهم: فين الإنسان الحقيقي وسط كل ده؟ الفيديو ده مش بس توعية تقنية، ده دعوة روحية علشان نرجع نفهم إحنا مين وإزاي نستخدم التقنية بوعي وإيمان. أول حاجة لازم نفهمها: الذكاء الاصطناعي مش مجرد اختراع، ده انعكاس لعظمة العقل البشري، والقرآن قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني اللي بنشوفه حوالينا من تطور ده آية من آيات ربنا، بس مش معنى كده إن الآلة بقت زينا. الإنسان ليه مكانة خاصة مش بس لأنه بيفكر. ونفخت فيه من روحي، وده اللي بيخليه متفرد، عنده ضمير وإحساس واختيار حاجات الآلة عمرها ما هتعرفها. بس التفرد ده مش رفاهية، ده مسؤولية. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني احنا مسؤولين عن استخدام كل نعمة بما فيها التقنية، مش نستخدمها في التزييف أو الظلم أو انتهاك خصوصية الناس. في شركات بتجمع بيانات وتبيعها من غير إذن. ازاي؟ كل مرة بتستخدموا تطبيق أو موقع بتسيبوا وراكم أثر رقمي، بتكتبوا اسمكم، سنكم، موقعكم، واهتماماتكم، بتدوروا على منتج، بتتفرجوا على فيديو، بتعلقوا على بوست، كل ده بيتسجل. مش بس اللي بتكتبوه، كمان اللي بتحسوه. ازاي؟ في أدوات ذكاء اصطناعي بتقدر تحلل نبرة كلامك، تعبيرات وشك، ولو بتستخدموا الكاميرا، وحتى الكلمات اللي بتكتبوها لما تكون حزين أو فرحان. يعني بيقدروا يعرفوا حالتك النفسية، ميولك، وحتى نقاط ضعفك. وبعد ما يجمعوا البيانات دي بيعملوا حاجتين: بيخصصوا الإعلانات علشان يوجهوك تشتري حاجة معينة، أو بيبيعوا البيانات دي لشركات تانية زي شركات تسويق أو حتى جهات تحليل اقتصادي من غير ما يقولولك أو ياخدوا إذنك. كمان في مشكلة التحيز في الخوارزميات، يعني ممكن نظام يظلم حد بسبب بيانات منحازة، وده ضد مبدأ العدل اللي ربنا أمرنا بيه: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الذكاء الاصطناعي دلوقتي يقدر يقلد صوتك بدقة عالية جدا، يركب صورك في مواقف عمرها ما حصلت، يكتب كلام بأسلوبك كأنه انت اللي كتبته. يعني ممكن أي حد يستخدم التقنية دي علشان يزور ويضلل ويخدع الناس ويعمل محتوى شكله حقيقي بس هو كذب من أوله لآخره. وربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي زمن الذكاء الاصطناعي الآية دي بقت أهم من أي وقت فات. وأخطر حاجة إننا نقدس التقنية وننسى ربنا والقرآن. يعني إيه نقدس التقنية؟ كأنها كل حاجة في حياتنا، نصدقها أكتر من الناس، نرجع لها في كل قرار، نسيبها تحدد لنا إحنا مين، بنحب إيه، نشتري إيه، نعمل إيه، نعيش جواها، وننسى علاقتنا بربنا، وننسى إننا بشر لنا روح وضمير. يعني ببساطة نخليها هي اللي توجهنا بدل ما إحنا اللي نوجهها. ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني في ناس بتخلي رغباتها أو أي حاجة بتعجبها هي الإله اللي بتمشي وراها، وده خطر كبير، لأن الإله الحقيقي هو اللي بيهدي مش اللي بيغوي. لو خلينا التقنية هي اللي بتحدد لنا الصح والغلط وبنصدقها من غير ما نرجع لربنا أو للقرآن، يبقى إحنا بنعبدها من غير ما نحس. لازم نرجع للبوصلة الصح. إزاي نتعامل بوعي؟ لازم نقف وقفة ونسأل نفسنا: إحنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي إزاي؟ هل بنستخدمه بوعي ولا بنرمي فيه مشاعرنا وأسرارنا من غير تفكير؟ أول حاجة، ما تكتبش كل حاجة شخصية في برامج الذكاء الاصطناعي. اللي قدامك مش صاحبك، دي آلة بتتعلم منك وبتخزن وبتحلل. يعني كل كلمة بتقولها ممكن تتوظف في نظام بيشتغل على ملايين الناس. تاني حاجة، اسأل نفسك قبل ما تستخدم أي أداة: هي بتخدمني ولا بتسحب مني؟ لو التطبيق بيطلب بيانات كتير من غير سبب واضح، أو بيحلل مشاعرك أو بيوجهك من غير ما تحس، خد خطوة وراجع نفسك. تالت حاجة، ما تديش موافقة على أي حاجة من غير ما تقرأها. سياسات الخصوصية مش كلام فاضي، دي بتحدد ايه اللي بيتجمع عنك وايه اللي ممكن يتباع أو يتشارك. رابع حاجة، استخدم التقنية كوسيلة مش كبديل عن التفكير. يعني ما تعتمدش على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قراراتك المصيرية، لأن الآلة مهما كانت ذكية ما عندهاش روح ولا ضمير ولا إحساس بالظروف اللي حواليك. خامس حاجة، خلي القرآن هو مرجعك الأخلاقي. لو لقيت نفسك محتار، ارجع لقيمك القرآنية، اسأل نفسك: هل اللي بعمله فيه أمانة، فيه عدل، فيه رحمة؟ لو لأ، يبقى لازم تعيد التفكير. سادس حاجة، علم ولادك وأهلك ازاي يتعاملوا بوعي. ما ينفعش نسيب الأطفال يتعاملوا مع برامج بتجمع بياناتهم من غير رقابة، ولا نسمح للتقنية إنها تكون مصدر التوجيه الوحيد في حياتهم. الذكاء الاصطناعي مش عدو، لكنه مش صديق، كمان هو أداة وإحنا اللي بنوجهها. لو استخدمناها بوعي وبقيم قرآنية هنبني مستقبل يخدم الإنسان ويحترم روحه ويحافظ على كرامته. في زمن السرعة والتعقيد يفضل القرآن هو النور اللي بيهدينا واللي بيرجعنا دايما للبوصلة الصح. وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.